احفظي الوصفة دي عندك شوية وداخلين على المدارس، وفي لانش بوكس وفي فطار كل يوم، ومفيش اسهل ولا اجمل من البوريك بالجبنة. مقادير اقتصادية موجودة عندك في المطبخ، انا واثقة هتخلصي الفيديو وتقومي جري تعملي كمية كبيرة جدا من نص كيلو. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. اول حاجه عندي 3 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات. لو احتجت دقيق تاني وانا شغاله هضيف. هنحط عليهم رشه من الملح وكمان معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهنقلبهم كويس جدا وهنركنهم على جنب. في بوله تانية تكون كبيره شويه علشان نعجن فيها هضيف كوبايه كبيره من الميه الدافيه، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقه كبيره من لبن البودر لو متاح عندك، لو مش موجود خلاص، ومعلقه كبيره او ظرف كامل من الخميره الفوريه، وكمان عندي معلقه من الخل، وربع كوبايه بس من الزيت. وعلشان يطلع معاكي البوريك باللون التحفه اللي شفناه في اول الفيديو هضيف معلقه كبيره ونص من معجون الصلصه بالشكل ده، وكمان الصلصه بتديله طعم حلو جدا. هنقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا لغايه ما ندوب الصلصه والخميره والسكر، وبعد كده ننزل بثلاث كوبايات الدقيق اللي حطينا فيهم البيكنج باودر ورشه الملح، ونقلب كويس وبعد كده نعجن بايدينا. طبعا محتاجه تتعجن كويس جدا، مش اقل من 5 دقايق. وانا بعجن كده لقيت العجينه بتاعتي محتاجه كمان دقيق، ضفت لها نص كوبايه كمان، يبقى كده العجينه بتاعتي كلها 3 كوبايات ونص من الدقيق، يعني نص كيلو دقيق. ودي النتيجه اللي انا عايزه اوصل لها بالظبط. ما شاء الله، شايفين العجينه فيها مطه وكمان فيها تلزيقه خفيفه، مش بتسيب اثر في الايد. هحطها بقى في البوله بتاعتي بعد ما حطيت لها كده مسحه من الزيت علشان ما تلزقش، وهغطيها واسيبها على جنب ساعه تختمر. بعد ما اختمرت معايا بالشكل ده وحجمها الضعف هجيبها كده هقسمها نصين، او على 3 حسب المكان اللي انا هشتغل فيه. رشه من الدقيق، وهبدا ان انا افرد العجينه بتاعتي بالشكل ده بسمك رفيع جدا. عايزه اقول لكم ان دي نص العجينه بتاعتي كلها اهو، شايفين ارتفاع بسيط جدا. وبعد كده هجيب اي كوبايه عندي او اي غطا برطمان وهعمل دوائر بالشكل ده. على فكره يا بنات الطريقه دي سهله جدا ومنجزه جدا، من انك تقطعي العجينه بتاعتك كور صغيره وتحشي كل كره لوحدها. الطريقه دي بتخلي البوريك كله بيطلع نفس الشكل ونفس الحجم. وطبعا تقدري تتحكمي براحتك في مقاس قطعه البوريك زي ما انت عايزه، باختيارك لكوبايه كبيره او صغيره، او الغطا البرطمان اللي هتقطعي بيه مثلا كبير او صغير. بعد كده هلم العجينه الزياده وطبعا هعجنها تاني وافردها تاني. شايفين سمك العجينه بتاعتنا رفيع مش عالي، لانها طبعا لسه هتخمر كمان وحجمها هيتضاعف. نجيب بقى الحشوه بتاعتنا، عندي جبنه فيتا او جبنه اسطنبولي او اي جبنه مالحه او عدبه زي ما انت حابه، ونبدا نحشي بيها بالشكل ده، وهقفل عليها كاني بالظبط بعمل قطايف اهو. شايفين؟ نعمل كمان واحده. بصوا حجم القطعه اصلا شبه قطعه القطايف بالظبط. عايزه بقى تضيفي زيتون على الجبنه او فلفل اخضر او اي حاجه تانية براحتك، او بسطرمه. بنقفل عليها كويس جدا، وده مهم قوي علشان ما تفتحش معاكي في السوا. شايفين؟ سهله جدا، مفيش اسهل من كده. وبجد الطريقه دي سهله جدا وجميله جدا، من انك تقطعي العجينه بتاعه قطع صغيره زي خليه النحل، وبعد كده تحشيها، لان فعلا بيبقى فيه معاكي واحده كبيره واحده صغيره وشكلها بيكون مش حلو. اهم حاجه ان احنا نقفلها كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده نحطها في صينيه مدهونه زيت. شايفين اهو؟ بمجرد ما بخلص الكميه بتاعتي بدهنها بالخليط اللي انا هدهنه دلوقتي وبدخلها الفرن على طول، يعني مش بريحها تاني ولا اي حاجه. عندي بقى هنا في الكوبايه دي عندي معلقتين كبار من اللبن ومعلقه من الزيت ورشه من النسكافيه. ده بديل لصفار البيض لو انت حابه تدهني بالبيض. انا مش بحب البيض بصراحه علشان ريحه الزفاره، فانا بحب جدا خليط اللبن والزيت ورشه من النسكافيه. هندهن بالشكل ده دهنه بسيطه علشان نحط بعد كده عندك حبه البركه او عندك سمسم زي ما انت حابه، او لو مش عايزه تحطي اي حاجه تانية براحتك. وطبعا اي مخبوزات عندك لازم تدخليها الفرن على حراره عاليه 240، ولازم تبقى الفرن عندك سخنه قبل ما تدخليها، اقل حاجه 10 دقايق علشان تدخل معاكي الفرن تبقى هشه وخفيفه وما تبقاش مكتومه. هدخلها الفرن، هتاخد معايا حوالي تلت ساعه بالكتير جدا. هترفعي كده واحده هتلاقيها احمرت من تحت واخدت لون، هتخرجيها على طول. انا مش بولع عليها الشوايه خالص، هي بياخد اللون الجميل ده من حراره الفرن. شايفين ما شاء الله سخن جدا وهش وجميل جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحفه جدا. هسيبه بقى يبرد شويه ونرجع علشان نقدمه مع بعض في الطبق يكون بارد كده عشان اعرف افتحه لكم احسن من كده. عايزه اقول لكم نص كيلو دقيق عمل كميه كبيره جدا ما شاء الله، بيرمي كميه كبيره، وكمان اقتصادي ما كلفنيش اي حاجه خالص لا في الحشوه ولا في المقادير. شايفين؟ في
في الفطار كده مع كوبايه الشاي بلبن او النقنقه كده وقت المذاكره. وكمان مناسب جدا للانش بوكس، تحفه. شايفين ما شاء الله الصوص بتاعه ممتاز جدا. اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي ومستنيه رايكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.